النهارده هكلمكم عن يونان الحرنان. حرنان، عارفين يعني ايه حرنان؟ يعني ايه حرنان؟ واحد حرنان يعني ايه؟ واحد متضايق، واحد متغاظ، واحد متذمر، واحد بيدبدب برجليه في الارض. تلاقوها كده الولاد من سن 3 سنين ل5 سنين لما تبقى في حاجه مش عاجباهم في البيت يحرن، يقول مش مكلمك يا ماما، ويخش كده عند الحيطه ويدبدب متغاظ انها زي ما جابتلوش الايس كريم مثلا. ده اسمه الواد الحرنان. والحقيقه يونان النبي حرن اكتر من مره، 3 مرات. المره الاولانيه ربنا قال له روح لمين؟ لاهل نينوى. ما عجبوش الكلام، حرنان حرنان، انا يهودي ودول دول وثنيين، انا شعب الله المختار، اروح لهم ليه؟ مش رايح. حرنان اهو، ده حرن بعد عنكم. وتاني مره حرن لما ربنا سامحهم بعد 3 ايام. يعني هو كان رايح بيقول بشاره، بس بيتمنى من قلبه ربنا يحرق المدينه دي زي سدوم وعموره، دول شويه ناس عبدت اوثان. فراح قال تعبير، قال موتي افضل من حياتي. حرنان اهو، موتي افضل من حياتي. قال له يا رب، زي ما كنت سمعتوا الاخ في الترانيم دلوقتي، قال له يا رب ما دام انت كده كده كنت هتسامحهم بقى، بهدله ومشوره. شفت حد غيري؟ انا حرنان بصراحه، احساس بالضيق والتذمر والغضب ده اسمه حرنان. يقول لك فلان حرنان، حرنان يعني متضايق عاوز اللي يصالحه. 3 مرة يونان حرن لما ربنا عمل له مثل وجاب له يقطينه عباره عن زرعه كده تضلل عليه، وبعدين تاني يوم ربنا بعت ريح سخنه موتت اليقطينه. فحتى اليقطينه اللي انت بعتها لي عشان تضلل عليا يجي شويه حر يموتوها. وراح حرن المره الثالثه وقال له ايه؟ موتي خير من حياتي. قالها مرتين، مره لما ربنا سامحهم ومره لما اليقطينه ايه؟ نشفت. الحقيقه بعيد بقى عن يونان، ابونا الكاهن من خلال خدمته لناس كتيره قوي، سواء في الافتقاد او الناس اللي زعلانه او الناس اللي واخده جنب او الناس اللي ما بتجيش الكنيسه، بيلاقي نوعيه بتاعت يونان الحرنان. السؤال اللي هنحاول نجاوبه النهارده، ليه ناس كتيره قوي بتحرن على ربنا؟ ليه ناس كتيره بتغضب من ربنا؟ ليه ناس كتيره بترفض ربنا؟ ليه ناس كتيره بتتذمر على ربنا؟ فناخد الكي او المفتاح بتاع يونان الحرنان. انتوا عرفتوا الاول كلمه حرنان ولا لا؟ معناها ايه؟ الطفل اللي بيتدرب مش عاجبه العجب، ده الحرنان. فانا بقى عاوز اشوف انا اوقات ممكن احرن على ربنا ليه. علشان وقتنا ضيق قوي النهارده، اتسرقنا في الوقت والنقط كتيره، هحاول اختصر بقدر الامكان. اول حاجه تخلي الانسان يحرن على ربنا ايه؟ ما تفكروا معايا، فكروا معايا ايه اللي يخلي الواحد كده ياخد موقف سلبي من ربنا او يدب رجليه او متغاظ او متضايق من ربنا؟ ايه؟ ها صح. ها اوكي، انتوا كلكم قلت حاجه واحده انا حاططها في النقط، بس في نقطه اهم محدش واخد باله فينا، اسمها عدم فهم حكمه الله او عدم فهم كلمه ابويا. انا في طفولتي حرمت على ابويا كتير قوي. ليه؟ لان عمره ما كنت فاهم كم الحب، وكنت شايف ان بعض قراراته قرارات باطشه. وعشان اولى ابتدائي مش عارف اناقشه، لو ناقشته يا هيبرق يا هيشخط، فكنت احفظ غيظي جوه نفسي على كل اللي انتوا عملتوه مع اهاليكم وانتوا صغيرين، لان مش كل حاجه عملوها اهالينا كانت مريحانا، ولا كل القرارات اللي خدوها كانت بتبسطنا. معايا ولا مش معايا؟ يعني في حرنانه كتيره قوي، يعني ماما تكون وعداني ان يوم انتوا فاهمين؟ ده بقى الحرنانه. اوقات كتيره قوي الواحد ما بيبقاش فاهم حكمه ربنا فياخد منه موقف مخالف، زي مثلا حكمه ربنا في قصه يوسف الصديق. من بره القصه الحقيقه تضايق قوي، لازم تخلي الواحد يحرن. انا لو كنت طوعت الست في الزنا ده، انا كنت زماني بفطر كل يوم فطير بالقشطه. ما الفطير بالقشطه ده من ايام الفراعنه الحقيقه، يعني كنت كل يوم اكلت فطير بالقشطه، عشان انا قلت ابقى امين وشريف على عفتي
وكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، بالرغم إن مفيش وصية بتقول لا تزني كانت اتكتبت لسه. دخلت السجن وعايزني ما احرنش على ربنا. خير تعمل، قولوا ورايا. مش احنا اوقات كتيره بيحصل معانا المثل ده، خير تعمل شر تلقى. بقول كده يا رب اخدها كده سجن، ويا ريت 4 ايام واطلع، ولا 2 واطلع. لا، احد مركون 11 سنه. ايه ده؟ ايه ده؟ بس لما التجربه خلصت في الاخر فهم ان كان ربنا بيعمل لخير العالم، لان المجاعه كانت جايه تقضي على الكل. وفهم ان على المستوى الشخصي انت كان عندك كبرياء بسبب الاحلام، وكبرياء بسبب القميص الملون، كنت محتاج كده تخش مدرسه تهذيب واصلاح، فكله للخير. بس انا مش فاهم، عشان كده انا ايه؟ حرنان. المواقف دي بتتكرر في حياتنا كلنا. على سبيل المثال اقول لكم حاجه معاصره. ولد مثلا في تانية ثانوي جاي بيشتكي باباه. بيشتكي باباه ليه؟ بيقول لي اخذ مني الموبايل، ودي حريه شخصيه ومش من حقه، وهنزل لي الباقه من 3 جيجا ل1 جيجا. اعمل انا ايه بالجيجا بقى دي؟ يعني ازاي يعني ابويا يعمل فيا هذا الظلم الفظيع؟ فحرنان. طبعا الغرض ان يعني الكنيسه تتدخل وتعقل بابا الحقيقه. فانا قلت له بابا كده اوت اوف، يعني بابا من ولا حاجه سحب الموبايل وهينزل لك الباقه. قال لي ايه؟ عشان جبت ملحق كيمي. قالوا بيتهمني ان انا طول النهار بلعب جيمز. فاوقات الحقيقه ببقى مش بتقول له هو فعلا بيكرهك وبيعذبك، مش كده؟ طلعك من المدرسه وشغلك. لا الحقيقه. طب بيخليك تعمل، لا الحقيقه. طب لا بيسخرك سخره، لا الحقيقه. يعني بيديك مصروف، بيديني مصروف. بيجيب لك لبس، يعني بياكلك. طبعا بياكلني. يعني بابا لما بتعيا بيعمل ايه؟ لا بالحقيقه بيبقى احسن دكاتره. يعني بيحبك، بيحبني. بس انت شفت حاجه واحده، ان بابا عشان خوفه منك، خوفه عليك، اخذ منك الاداه اللي هتضيعك، وعاوزك تبقى راجل حرنان على بابا، وشايف ان بابا مش يحبك. ما تاخدش منهم بهارات، لا، لكن بابا هو اللي صح. انت باباك هو اللي صح. يبقى اول حاجه بتخليني انا احرن على ربنا ان انا مش فاهم حبه قد ايه، ولا مدرك حكمته قد ايه. احكي لكم على واحد بقى كان فاهم. كان في كاهن اسمه ابونا صليب سوريال. ابوه كان اسمه برضه الاستاذ صليب، يعني كان هو واخد اسم ابوه بعد الكهنوت. فالمهم عم صليب ده كان غني قوي، غني قوي قوي قوي. فراح يعمل خير تعمل شر لقى. احكي لك عمل ايه. ليه صديق عمره اتداين بفلوسه في البورصه وكان داخل السجن. فقال له الحق يا معلم صليب، او يا خواجه صليب. خواجه صليب ده كان عنده 3 محلات ذهب وعنده ارض. اضمني عشان ما اخش السجن. قال له هضمنك، بس بشرط البورصه ما تلعبش فيها تاني بتاع. وخلاص وعد. فضمنوا بكل ممتلكاته، لان الراجل ده كانت ديونه كتيره قوي. فبعد ما ضمنوا بالضمان ده راح لعب في البورصه تاني، خسر قده مرتين. فالبنك جاي يقبض عليه. قالوا فين فلوسك عشان نبيع كل اللي عندك؟ قال لهم انتوا بعتوا كل اللي عندي، مفيش حاجه تسدد. طب مين الضامن اللي ماضي؟ عم صليب. فعم صليب ده خير العمل. ايه الشر اللي لقى؟ البنك حط ايديه على كل المزارع وعلى كل الذهب اللي عنده. ايه رايك بقى لو حصل دي فيك؟ تكون ضامن انت واحد صاحبك، وبعدين ما عندكش حاجه تملك غير شقه تمليك، تاني يوم لقيت نفسك في خيمه ايواء عشان صاحبك المستهلك ووداك في داهيه. تعمل ايه مع ربنا بقى؟ خيمه ايواء، مفيش اي حاجه من ممتلكاته. راح البيت وقال لهم كده، قال لمراته احنا عندنا طيور فوق. ايه؟ قالت له في رومي وفي بط وفي الخير كتير. قال لها اعمل لنا ديك رومي. قال لها في مناسبه حلوه مبهجه. مفاجاه. دي صدمه فيها ازمه قلبيه، بس هو كان شايفها مفاجاه.
الولاد بقى: يا بابا في ايه في ايه في ايه؟ قال لهم: ناكل الاول، ناكل الاول. لو عرفتوا المفاجاه هتفرحوا، مش هتاكلوا، فاحنا ناكل الاول. فكلوا بالاول بالهنا والشفا. بعد ما كلوا بالهنا والشفا قال لهم: انا عايز اقول لكم حاجه، ربنا النهارده عمله عجيب. ده بقى الناس اللي فاهمه حكمه ربنا. ايه؟ حررني من كل اللي رابطني بالارض عشان ما افكرش الا في السماء ومجده والاكليل اللي في السماء. لان اللي كان في الارض شاغلني عنه، فربنا عمل صح قوي، عرف يقص كل حاجه ربطني بالارض. ده واحد بقى فاهم حكمه ربنا. انت لو مكانه كنت سبت الكنيسه فور لايف. ولو شفت ابونا من بعيد كده تبص له من فوق لتحت، تقول له: هو انت بتاع اللي بيضيع؟ انت بتاع اللي بيضيع، مش كده؟ مش عاوزين نعرفك خالص خالص خالص. فأول حاجة بتخلي الإنسان يحرم ضيق أفقه، ضيق فكره، إنه مش فاهم ربنا الخطة طويلة المدى بتاعته إيه. طبعا الحكايات كتير والأمثلة كتير، بس أنا عايز أخد نقطة تانية، لأن في ناس تانية بتحرن على ربنا. إحنا قلنا أول حاجة الناس اللي مش إيه، اللي مش فاهم. ناس تانية بتحرن على ربنا وتدبدب في الأرض ومش عاجبها ربنا وتبقى البر الذاتي. عارفين يعني ايه البر الذاتي؟ اكبر واحسن من ان ربنا يسمح لهم اكل اكتر من 20 عيلة. احنا فاتحين بيوت، احنا احسن من ناس كتيرة قوي اشرار بس هو ما بيجيش الا على اللي بيخافوا، ما بيجيش الا على الطيب. با با با. في ناس كده برها الذاتي عالي قوي، عالي قوي قوي. فربنا لو سمح بأي حاجة يقلب على ربنا بسبب بره الذاتي. أسرة، فالأسرة دي قالت: احنا واخدين عهد ما نخشش الكنيسة. ليه؟ عشان عندنا ابن من ولادنا مات في حادثة. خدنا عهد ان ما نخشش الكنيسة تاني. طب بس ربنا يعزينا ما تجيبش سيرة ربنا في البيت ده أساسا. ليه؟ لأن احنا أفضل ناس في عيلتنا، وأفضل ناس وأفضل ناس فيه، وما نقيش الا كويس ويضربه وسايب الشرير يمرح. فين ربنا العادل بتاعك ده؟ فهنا في ناس بسبب برها ممكن جدا تحرن على ربنا. عارفين زي مين؟ بالرغم ان ايوب ابتدى التجربه صح، اصدقائه خدوا قرار، يمكن في الاصحاح اعتقد 32 او 34، مش فاكر، متهيألي 32، قالوا كده، قالوا خلاص نبطل كلام معاه. ليه؟ لأنه كان برا في عيني نفسه. مهما قلنا هيدافع عن نفسه، وكل ما هيدافع عن نفسه يلوم ربنا أكتر، فبيوقعوا في شر أكتر. لا، اللي زي ده ما نتكلمش معاه. في واحد كده، في واحد حرنان على ربنا. ليه؟ لأنه شايف انه ازاي ربنا يعمل معاك. احكي لكم حكايه لا تتخيلوها، صدقوني صدقوني صدقوني. القصه دي انا بغير بس شويه في الشخصيات والاحداث، بس في خطيه واحد وقع فيها خطيه شديده قوي قوي قوي. قد تكون خطيه سرقه او قد تكون خطيه زنا، بس حاجه مش اقل من كده. حاجات يعني ايه لما تتعرف بتبقى فضيحه. فهو كرر الخطيه دي مره واتنين وبعدين اتفضح. عارفين مشكلته ايه؟ حرنان على ربنا. ليه؟ يقول لك: ليه ربنا ما سترش عليا؟ ربنا الغلطان. احنا كل مره في صلاه الشكر بنقول لانه سترنا. ايه يعني؟ ما هو ستر اول مره عشان تتوب، وستر تاني مره عشان تراجع نفسك. بقت القاعده ان انا اغلط وابويا يستر، لكن لو ابويا قال لي ان ده غلط ومن اجل توبتك توب، انت ما تلزمنيش لانك ما سترتنيش، انت فضحتني. شوفوا وصلنا لاي درجه ان احنا بنقلب الترابيزه، باللغه الشبابيه يعني بنقلب الترابيزه على ربنا. بدل ما اقول انا استحق، ربنا طلع اللي غلطان وانا مش عاوزه تاني، مش عاوزه تاني. هو في ايه؟ هي الدنيا بقت كده ازاي؟ ربنا التاني اللي عنده البر الذاتي
ناس كمان بتحرن على ربنا، اللي عندهم ده انتوا قلتوهم في اول مره، اللي علاقته مع ربنا علاقه مشروطه. يعني ايه علاقه مشروطه؟ يعني علاقه مشروطه، انا بحب ربنا وخادمه، وبعدين اتجوزت وبطلب من ربنا بدموع بقالي 7 سنين ان ربنا يبعت لي بيبي، وبعدين احنا حوشنا وبعت شويه من الذهب اللي عندي وعملت عمليه حقن مجهري عشان كل امنيتي في الحياه بيبي، وبعدين ربنا ما بعتش البيبي والعمليه باظت، والدكتور بيقول لي ان كبرتي في السن شويه واحتمال انها تنجح قليل، وفروا فلوسكم احسن. طيب ربنا ما سمحش، يعني ايه ما سمحش؟ وليه سمح للناس كلها وانا لا؟ وبعدين انا طول عمري بخدمه وطول عمري بحبه. عارف يا ابونا تسبيحه نص الليل دي انا ما كنتش حافظها عربي، انا كنت حافظها قبطي. ايوه خلاص ربنا ما سمحش، لا يبقى ما يلزمنيش. العلاقه هنا علاقه شرطيه او علاقه مصلحه. اللي داخل مع ربنا في علاقه مصلحه ناسي ان الباب ضيق، وناسي ان ممكن يكون في تجارب، وناسي ان ممكن يكون في ظلم في الدنيا، وناسي ان في حاجات مش كل حاجه انا بتمناها هتجيلي، لان ربنا مش بتاع ديليفري، ربنا ليه حكمه في اللي بيديه وليه حكمه اللي ما بيديهوش. وعشان كده بدنا نشكرك، عارفين الحركه دي، على كل حال وفي كل حال ومن اجل كل، يعني ايه؟ بنشكرك على اللي بعته وبنشكرك على اللي ما بعتوش، كده اللي بعته وكده اللي ما بعتوش، احنا في كل الاحوال بنشكرك يا رب. لكن اوقات الانسان بيحرن على ربنا لان عنده علاقه شرطيه. واحد يقول بص يا ابونا انا حطيت كل رجائي وثقتي في ربنا، انا صحيح لسه عندي سنه جيش وعندي ما عنديش فلوس، بس انا حاطط كل رجائي في ربنا ان ربنا يبعت لي شغله كبيره جدا جدا، وايريني هتفضل مستنياني لغايه لما اخطبها، ودي الطلبه الوحيده اللي بطلبها من ربنا انه يديني ايريني، وما طلبتش غير ايريني. انت قول لي معاك كام يا حبيبي؟ قال لي ولا مليم. طب والجيش؟ ربنا ان شاء الله يعني ربنا مش هيجربني فوق طاقتي ومش هخش الجيش ان شاء الله. انت ما عندكش ولاد؟ اخوات؟ لا عندي ولاد اخوات. عندك امراض؟ لا ما عنديش امراض. بابا متوفي؟ انت عاقل وحيد؟ لا مش عاقل وحيد. يعني يا ابني هتخش الجيش؟ لا ما تقولش كده، ربنا مش هيدخلني الجيش. طب ليه ربنا مش هيدخل الجيش دول؟ طب وإريني تستناني سنه زياده؟ طب يا حبيبي وبعدين ايه اللي يحصل؟ يقول لي بس صلي لي لان إريني دي بنت اموره بتاعت ربنا وكل يوم بيجي لها عريس. اصلي لك لايه؟ اوقف حالها يعني؟ ما هو يعني لما اصلي لك انت هوقف حال البنت. فاقول له يا ابني نقول لتكن مشيئتك، سيبها على ربنا وربنا يتصرف. وبعدين إريني تتخاطب ويختفي من الكنيسه. مالك يا فلان بطلت تيجي الكنيسه ليه؟ يقول لي زعلان. ليه؟ من ربنا. ليه؟ عشان إريني. طب ما خلاص يا حبيبي فرح لها، دي اتخطبت. لا اذا كان عاوز يصالحني تفك خطوبتها وتستناني كام سنه يا حبيبي؟ يا ابونا ده انت رجل الايمان، يوما عند الله ب1000 سنه. الحاجات دي ما بتفكش مع ربنا يعني يا حبيبي، بس انت مش هتعيش ال1000 سنه. ولوجيك اوقات كتيره قوي، وان كنا احنا بنقولها بصوره تضحك شويه عشان الشباب، لكن الحقيقه لا، في ناس كده. دي مين اللي قالتها دي؟ مرثا. قالتها لمين؟ للمسيح. قالت له جاي بعد ما مات؟ ما انت بتشفي الناس كلها، جاي بعد ما مات؟ وقع عوزتها بقى، لو كنت جيت بدري شويه. ما مات يا اخي، ما كانش هيموت. قال لها بس استني كده هتشوفي مجد الله. بس اوقات انا بحرن على ربنا وباخد موقف سلبي من ربنا انه ما سطرش عليا، زي اللي قلت لكم دوت اللي واقع في خطيه او علاقه شرطيه. واحد يقول لك انا عايز اقول لك حاجه، انا بقول لك حاجه يا ابونا، انا اديت لكل ماده القديس الايكونوميك او ايكونومكس، يعني اديتها للبابا كيرلس لان دي جديده شويه، والاكونت والمحاسبه اديتها لماريمينا، وايه تاني بيدرسوه، والقانون الدولي اديته لابو سيفين عشان يخلص يعني، ومش عارف مين اديته لايه واديته لايه واديته لايه.
واطلع ب3 ملاحق اعيد السنه؟ طب ما كان ربنا يرفع لي واحده يعني، مش كتير على ربنا، اتشيل 2 وادخل السنه اللي بعديها. طب انت حبيبي كنت مذاكر؟ لا انا كنت بتشفع. بس ربنا عادل، انت لازم تذاكر عشان تنجح يعني. طب والقديسين دول بتوع المعجزات بقى، انا بطلت تقول لي قديسين ومعجزات لان الكلام ده مش ماشي معايا خلاص. انا اختبرتهم وكلهم سقطوا في ال3 مواد. البابا كارولوس سقط، وابو سفين سقط، وماريمينا سقط. ما دام انت شايفها كده حبيبي، لا مش هناقشك خلاص. لا مش هناقشك، ليه؟ الموضوع عدى النقاش. انت شايف ان هم سقطوا خلاص يا حبيبي يعني. خليكم بس معايا. فدي علاقات مشروطه كلها. لك طب انا هقول لك حاجه يا ابونا، فرضا انا استاهل السقوط، انا استاهل السقوط، ايه رايك بقى صاحبي اللي كان قاعد معايا على القهوه كل يوم وما يعرفش حاجه في المواد نجح؟ طب وانت مالك؟ انت بتاخد على قدر عملك، انت مالك؟ انت ذاكرت؟ لا بس هو اشمعنى ينجح انا لا؟ مالك انت ذاكرت؟ لا. طب وربنا ايه؟ طب ما ربنا مش مالكش دعوه انت، بس ما تعرفش السنه الجايه يحصل ايه. ما تخليك في نفسك. لكن انا بقول لك بص، ما دام ربنا بقى عنده خير وفقوس، وفي واحد ما ذاكرش ونجح، وانا ذاكرت وانا ما ذاكرتش وما نجحتش، لا ده حتى المثل بيقول لك يا ابونا ان المساواه في الظلم عدل. ذاكر راح ذاكر وكان نجح. بس في ناس كده. احنا قلنا كام حاجه لغايه دلوقتي ناس بتحرم على ربنا. 1 ناس مش فاهمه حكمه ربنا. 2 ناس عندها بر ذاتي. نمره 3 العلاقات المشروطه اللي هي التبعيه المشروطه او التبعيه اللي فيها مصلحه، دول يحرنوا على ربنا بسرعه. حد من ويدبدب برجليه ويقول له انت فين؟ انت مش موجود. حاجه اسمها حروب الشيطان. الشيطان ده يا حبايبي احد القابه الرائعه اسمه كده. يقول لك فلان ده بيصطاد في الماء العكره، يعني يقول لك فلان ده خلي بالك منه، صياد في الماء العكره. اهو الشيطان كده صياد الميه العكره. انتوا عارفين يعني ايه صياد الميه العكره ولا الامثال دي كانت ايامنا؟ ما تعرفوش فلان بيصطاد في الماء العكره؟ عارفين ولا مش عارفين؟ عارفينه. افتكرت ان انا عجزت قوي عليكم يعني. اوكي. المهم يعني ايه؟ قاعد على السقطه واللقطه عشان يقومك على ربنا. صياد. فانت تحصل لك حاجه كده يعني، كنت مستني الترقيه والمدير وحدك بالترقيه، والمدير ادالك اي كلام وادالك 7% علاوه، وانت كنت مستني 25% مثلا او 20%، اداك 7% ويعني ما عندكش حاجه ابدا في الاخر خالص. فانت اتضايقت. يجي الشيطان يسيبك يقول لك وتونيا كل يوم حد وقداس مش وتصدق وتبتدي تمشي معاه. يجي الواحده مثلا مدلله، تؤمري تجابي. في واحد ما يستاهلكيش واتكتب عليكي، صح؟ وبصراحه ده انسان بشع، حرمك على المستوى العاطفي والمستوى الوجداني والمستوى الانساني. تيجي بعد سنه مستويه تقول لي يا ابونا هو الانفصال ازاي في الكنيسه؟ احنا ما عندناش انفصال، احنا عندنا ما جمعه الله لا يفرقه انسان. بس يا نهار ابيض يقلب الناس على ربنا. وبعدين الكنيسه تقول له ما عندناش انفصال للكيس بتاعك، يعني ما فيش زنا وما فيش يقول لك يجي الشيطان يقول لك شايف الكنيسه ناس تعرف لو انت ليك قريب اسقف ولا مطران كانوا جابوا لك التصريح في سنه. يا حبيبي الناس يقوم الناس على اي حاجه اي حاجه يقلبك على ربنا كده. اي حاجه
اتخبطت في صباع رجلك الكبير، في رجل الكرسي، مشهوره دي قوي، توجع شويه مش كده؟ او الصغير، يعني انت بتشاور على الصغير، ما علينا. وبعدين انت كان يوم عندك كشف بقى ورايح لجها تعرج لهم في الكليه الحربيه، وتقول يا نهار ابيض، وهو يقول لك فين بقى ربنا؟ هو فين بقى سترانا وقعنانا؟ اديك هتسقط كشف طبي، داخل لهم تعرج، داخل مدوحس مش كده؟ وانت داخل صبع مدوحس، هتوصل ممكن يحصل. بس الشيطان صياد. الالحاد اللي في العالم ده كله وراه ايه؟ يا اما ناس بتعبد شهواتها، يا اما ناس رافعه عقلها فوق ربنا، يا اما ناس الشيطان اداها منطق وصدقته. شوفوا الشيطان ممكن يقلب الناس قد ايه على ربنا. تصوروا يا جماعه شعب اسرائيل يشوف البحر مفتوح ورجليهم تدب على البحر، ويغيب عنهم موسى 40 يوم بيستلم الوصية المكتوبة بأصبع الله، ينزل يلاقي الشيطان قلب الشعب كله، وجابوا الذهب وسيحوه وسجدوا له وقالوا العجل ده هو اللي خرجنا من أرض مصر. العجل هو اللي خرجك في أرض مصر. شوف الشيطان وقوته، شوف الشيطان وقوته يقلب الناس على ربنا قد ايه. اخر حاجه ممكن تخلي الانسان يحرن على ربنا ان ما تكونوش ليه عشره حقيقيه مع الكنيسه، فلا يلجأ للكنيسه. يعني في كل اللي فات ده، اللي ليه رجل مع الكنيسه هيجي يكلم ابونا، هيكلم ابونا تاني، هيجي يسمع وعظ، هيفهم تفسيرات كتيره قوي لتصرفات الله. فعدم اللجوء للكنيسة مش عايز أقول هو سبب، هو سبب غير مباشر، يزيد الطين بلة. عارف يعني يزيد الطين بلة؟ يعني بيزود اللي فات كله. أوقات كتيرة قوي الواحد ما بيبقاش فاهم ربنا عمل كده ليه. أنا فاكر مرة أب كاهن كان بيعترف عند أب كاهن، القصة دي عرفتها يعني صدفة. أبونا أب اعترافه اللي كان بيحكيها يعني، بس إحنا ما نعرفش مين الكاهن اللي بيعترف ده. هذا الكاهن جاي كان متضايق جدا لا تتخيلوها. هو كاهن مش من القاهرة، كاهن في أحد، لدرجة إن أب اعترافه كان عارف إن لما الأسرة دي اعتذرت في زنقة محدش في البلد رضي يعني جرس نفسه وحط كرامته إنه يروح يشحت من الناس سلف، اللي هم أنا محتاج الفلوس دي لحاجة شخصية، وأخد الفلوس دي اداها للناس دي، وسطر على الناس وسطر على الأب عشان ما يدخلش السجن وحاجة زي كده، لأن كان فيه يظهر كمبيالة أو شيك. خليكم بس معايا. وتمر الأيام والناس دي تروح تشتكي لسيدنا الأسقف بتاع الأبروشية، ويقولوا له إحنا بنطلب من أبونا، هو أبونا ما بيديناش، هو أبونا ما عندوش. ولما كان أب اعترافه مجروح قال له أنا مش عارف. هو طبعا أبونا دوت وضع قوي جميل قوي، بس الحقيقة الشيطان يعني دخل له في حاجة، ان الاسقف صدق الناس، فكلم ابونا بتعنيف شويه، قال له يا ابونا لما يكون عندك ناس في شعبك بتطلب ابونا فلان يروح راضيهم لانه بيشتكوك. فابونا عارفين اللي هو ايه، خير ان تعمل شر ان تلقى، اللي احنا ابتدينا بيها. راح لاب اعترافه، راح لاب اعترافه متضايق من الموقف بصراحه، صعبان عليه من الاسقف، وصعبان عليه من الناس، وصعبان عليه من ربنا، ان بقى فضحته في وسط مجمع الكهنه بتاع الابروشيه بتاعته ان هو انسان مقطر وما بيديش للمحتاج. لان سيدنا قال له قدام الشيطان مسكه، يا نهار ابيض، ما انت كان مالك ومال الجلابيه السوداء، كنت تخدم بقميص وبنطلون، انت بقيت تحت نير، انت بقيت لغايه لما قابل اب اعترافه. فاب اعترافه بعد ما سأله قوي قال له عندك
غيران مني وبتحسدني؟ قال له اه. قال له لانه لا يحارب الا المجاهد. انا من ضعفي عشان ما اقدرش استحمل الحرب دي ربنا ما سمحليش بيها، لكن عشان انت احسن مني فانت مستحمل. وبص معايا كده للسماء، هتلاقي ان ليك الماظه في اكليل الظلم اللي هتلبسه فوق راسك يميزك عن ناس كتيره قوي ما ظلمتش الظلم. عشان كده ربنا اخد مصروفك اللي على الارض عشان يحوشهولك في بنك السماء. لو انت عاوز تصرفه على الارض يا حبيبي، اطلب انك تتظلم اكتر. قال له من كلماتك يا ابي اقرا لي الحل، انت فرحت قلبي. اب كبير وشيخ انا، وفهمتني اللي كان كده. الكنيسه مهمه قوي ولاد في حياتنا. الكنيسه هي سفينه نوح. الكنيسه خلصنا. فلو حرمت على ربنا وضحك عليك الشيطان ما تطولش، ارجع لابوك، ارجع للكنيسه، هتلاقي اللي يفهمك، هتلاقي اللي يوعى ان الله كل الصلاح. ولما يكون الهي كل الصلاح ما ينفعش مهما حصل في حياتي ان انا احرن عليه ولا اللحظه الزق افتكر انه ظلمني او انا مظلوم. ده يبقى لغو الشيطان في الودن. الله صالح، الله طيب، الله جميل في كل حاجه. فاوعى تحرم. ربنا يديني ويديك ونتعلم من درس يونان الحرنان. لإلهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد، امين.